السلام عليكم ورحمة الله. تحياتي الخالصة لخويا عروبي في الميريكان وخويا عليوين. وتبارك الله عليكم، ما خليتو لنا ما نقولوا. الحق هو هذا، داكشي كله اللي كنا باغيين نقولوه قلتوه نتوما. باقا ناقصاي حاجة وحدة ما ذكرتوهاش، واخا ذكرتو مولاها اللي هو الحسن الثالث، نصره الله وأيده أو رضي الله عنه. حاجة وحدة اللي بقات لينا وما ذكرناهاش هي نهار الختانة ديالو، يعني نهار التختن. باه محمد السادس رضي الله عنه عفى على الآلاف ولا المئات ديال المساجين. يعني ولينا حنايا عايشين في المغرب تحت رحمة جلدة أه 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 الأمير. الجلدة ديال داك البلاصة ديال الأمير ولات رحمة بزاف د المغاربة. بعد المساجين ولاو كيتمناو أن الأمير ترجع له الجليدة ديالو باش يجيهم تا هما العفو. والله لا عالم على المغرب كي داير. ما كنستحيا دابا انا نسمع شي ناس كيدافعوا على الملك بواحد الطريقه، كما كيدافعوا تعرف لما كيتصب الرب في الشارع ما كيدافعوش على الملك بهذيك الطريقه. الرب سبحانه وتعالى الله خالق السماوات والارض، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم ان هذا لمنكر. وكنحييك يا اخويا العروبي في ميريكان، وكنحيي عليوين، وتحيه خالصه للمغاربه الاحرار اللي ما يوصلهم عار واللي ما يفوتوا عار. وتبارك الله عليكم. وكنقول لكم ناضلوا ودافعوا على حقوقكم، لحقاش الا ما نطوش وهدرتوا على حقوقكم ما كاينش اللي غادي يهضر عليها. وانتم السابقون ونحن اللاحقون، ما علينا حنا غير نأيدكم ونوقفوا حنا قدام السفارات والقنصليات. كنطالب من هذا المنبر هذا الناس اللي عايشين في على برا، في الأوروب ولا في الامريكان ولا في آسيا ولا في أي منطقة، في أي بقعة من بقاع العالم، يعني أن يروحوا للسفارات أو القنصليات ديال المغرب ويحتجوا ويتظاهروا على هذا القمع الهمجي الوحشي اللي تعرضوا له المتظاهرون في مدينة الدار البيضاء. نحن كلنا يعني كنعرفوا بأن المسيرة ديال هاد الشباب حركة 20 فبراير هي حركة سلمية خالية من أي إرهاب أو أي تخريب، ويطالبون بحقوق هي من حقوق، من أبسط ما يطالب به المواطن في جميع بقاع العالم. فما بالك بالمغرب والذي لا يعرف تاريخ المغرب؟ يا فين وصلتونا يا العلويين، فين وصلتونا؟ فين كنا وفين ولينا؟ كنا كيستنجدوا بنا الدول كنمشيو نحرروهم، صدقنا حنايا ما قدرناش نحرروا حتى نفوسنا. عايشين عيشة العبيد وراضيين بالذل. ها قال لك رضينا بالهم والهم مرضى بنا. يا رضيتوا بالملك وبالامير وبجلدة حجر الامير نهار الختانة. ودابا خصكم تمناو عاوتاني الملك يجي شي واحد اخر عاوتاني، راه عنده دابا فرادي وليد واحد وبنيته، الله يخليها له والله يخليهم له بجوج والله يخليهم ليه. حنا ما عندنا حتى شي حاجه ضد الملك بصراحه، يعني نقول لكم حنا عندنا حاجه. الطموح الوحيد اللي بغينا نوصلوا ليه هو اننا نعيش كما عايشين باقي الدول الاوروبيه والامريكيه، ولا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. نرجعوا للامر ديالنا، هو اننا خصنا نتمناو ان الملك يجيب شي واحد اخر ويسميه مثلا رشيد، او يسميه اسماعيل. ونتمناو انه ما يكونش بحال مولاهم اسماعيل هذاك اللي كان حاكم المغرب كانت عاصمته مكناس. والحسن هذا غادي يطلع كيما جدو الحسن الثاني حسين جوج، غادي يطلع قتال سفاك كيما هو. الا سماه رشيد غادي يطلع سكايري خبايطه كيضرب في الاوساك، ويضرب في جوانات كيما عمو رشيد. وإلا سماه اسماعيل غيطلع حتى هو دباح وسفاك ويجيب لنا الكحالش، هذوك الكحل من لافريك يبداو يفرشخوا لينا في المغاربه ديالنا. والمغاربه راهم ما ساهلينش. يا ايها الملك اعرف بان المغاربه راهم ما ساهلينش، والله ما راهم ساهلين. راه المغرب اجرك على الله.
المغرب هذاك وأجرك على الله. وراه المغاربة مبقاوش يخافوا. المغاربة راه وصلت لهم الجدر. والله مسألة حياة أو موت. والله ما رجعتي لحقوق المغاربة، والله ما رجعتي لهم الكرامة ديالهم كمغاربة، والله العظيم راك غادي تعذب في دنياك قبل ما تعذب في الآخرة ديالك. وراه الملك راه ما كيدومش. هذاك الملك اللي عندك انت راه ما كيدومش. راه مبارك كان عنده البوفار اكثر منك انت. المبارك كان عنده البوفار اكثر منك انت، وحاكم 80 مليون، حاكم اكثر من اللي حاكم انت. انت كون بقيتي حاكم نص الجزائر، زيد عليها المغرب، زيد عليها موريتانيا، واللي هي كانت في طبيعة الحال كانت كلها مملكة مغربية. كلهم هذوك ما فيهمش 8 مليون. اما مبارك فهو كان حاكم 80 د المليون د البشر. يعني كان هو ملك عليك انت. وراه هو هرب، زاد خلفه في حاله. راه زاد خلفه في حاله، ما لقى ما يدير، صافي. لا غالب الا الله. وحتى انت دابا راه بداو شويه، بداو راه بداو كيحرقوا شويه في الطوموبيلات، بداو يهجموا على المكاتب ديال الفوسفات. واحد شويه غيبداو يبليسيو لك ذاك المرود اللي طلقوا مسعرين، هما ذاك الكلاب ديال الشرطه. بهذه المناسبه هذه كنخاطب خوتي المناضلين، خوتي الثوار اللي واقفين على الحقوق ديالهم وحنايا منهم. كنقول لكم اقسم بالله الشيء هذاك اللي كيجبد الزرواطه وكينزل عليكم بها الدماغ ولا الظهر، اقسم لكم يمينا هذاك كيترجل عليكم انتم. والله القسم الا ما مراتو هذاك الشيء، هذاك مراتو كتخرج فيه عينيها كيجلس الارض. واغلبيتهم عيالاتهم كيلعبوا عليهم. وهذه نقولها وبلا حشمه. اغلبيتهم عيالاتهم كيلعبوا عليهم، بما فيهم الكبار ديال الشرطه اللي هما الكوميسير ديفيزيونيرات وكذا وزيد وزيد. فهمت؟ يعني هما ديوتيين، متكرهين من شي حاجه سميتها الكرامه والحريه، لحقاش هما عايشين بلا كرامه وبلا حريه. حتى مع عائلاتهم في ديورهم ما عايشين بلا كرامه بلا حريه. وكنقول هاد الهضره ما كنعممش على جميع رجال الشرطه والدرك، لان منهم رجال ومنهم اناس يعني محترمون، ومنهم حبابنا وخوتنا وولاد عمامنا وزيد وزيد. لكن الاغلبيه ديالهم، الغالبيه الساحقه، اللي كيجيو يضربوا خوتهم المغاربه بديك الطريقه الوحشيه العنيفه، هادوك كنسميهم انايا ديوتيين، حقودين، اعداء الكرامه واعداء الحريه، لحقاش هما اصلا ما همش احرار. ملي كيمشي للخدمه كيلقى راسو عبيد قدام سيادو، الكلاب اللي كيحرشوا فيه باش يسلط الهروه ديالو على الشعب. وملي كيدخل لدارو كيلقى المرا ديالو معريه نص ديال رجليها، نص د فخادها معريه عليه، وكضرب ليه في ماربورو لايت وملي كيخرج هو الخدمه كتمشي كتلعب عليه مع ناس اخرين، وربما مع اللي كبر منه اللي خدام هو عندهم. فهمت؟ يعني هادوك ما يخوفوكمش، لان هادوك ما كيدافعوش على شي قضيه. هادوك كيديرين بحال داك الزبيده اللي كتجي مع المواج ديال البحر، بحال هكذاك. كتمشي بالزربه، ياك شي كتجي الموجه كتطلع الطف، كتطلع الزبده بحال هكا مع الموجه، واحد شي كدير في داك الزبيده كتبقى تذوب بشويه 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 بشويه، ما كيبقى والو. كتعاود تجي موجه واحده اخرى جديده عاوتاني كتعاود دير نفس القضيه. ولكن الا كنتو نتوما فعلا مؤمنين بالقضيه ديالكم يا اخوتي الثوار، ومؤمنين بان في يديكم التغيير وانتم شباب مستقبل، ورضي الله عنكم وعليكم الصلاه والسلام. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت جات عنده واحد الصحابية وقالت له صلي علي، قال اللهم صل عليك. قالت له على زوجي، قال لها اللهم صل عليك وعلى زوجك. لذلك فأقول لكم ناضلوا بارك الله فيكم ورضي الله عنكم، وعليكم الصلاة والسلام وعلى جميع المسلمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتحياتي مرة ثانية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.